بكره الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير. طبعا ده حدث مهم بيحتفي بيه العالم كله، وبيقولوا انه يعني المتحف الكبير ده هديه مصر للبشريه، مش بس لانه اكبر متحف في العالم لعرض الاثار من دوله واحده، لكن كمان عشان تصميمه الفريد وطريقة العرض المتطورة، وكمان الخدمات اللي بتقدم للسياح والزوار. كل تفصيلة في المتحف المصري الكبير هي هتكون على أعلى مستوى من كل النواحي بقى، في الإنشاءات، في الإضاءة، في التحكم في درجات الحرارة أو الرطوبة. كل تفصيلة متصممة عشان تبرز جمال وعظمة وعبقرية الحضارة المصرية القديمة. مش بس إحنا في مصر مستنيين الافتتاح ده، لا، ده العالم كله مستني ومنتظر الافتتاح الكامل والكبير اللي المفروض يشارك فيه رؤساء وملوك العالم، لما بس يا رب المنطقة تسترجع هدوءها واستقرارها. عايزه اقول لكم انه الاف السياح هيشاركوا في التشغيل التجريبي للمتحف، وهو هيكون مسار عظيم من الاثار، من اول المسله الخارجيه، تمثال رمسيس الثاني، والمرور بمنطقه الدرج العظيم اللي بتضم 100 تمثال من تماثيل ملوك وملكات مصر القديمه. المتحف المصري الكبير رحله عظيمه في 12 قاعة بيعرضوا الآثار من عصور ما قبل التاريخ لحد نهاية العصر الروماني بطريقة مبهرة وحديثة. مجموعات أثرية كاملة بتعرض للمرة الأولى، ورحلة في تاريخنا القديم اللي هو بيمثل أول شكل منظم لتاريخ البشرية على ضفاف نهر النيل. أهمية الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير على المستويات السياحية والاقتصادية. أيضا هنتكلم عن بعض القطع المعروضة، هنتكلم عن بعض، مش كل حاجة، لأن في حاجات طبعا لسه يعني مفاجآت كبيرة وتفاصيل كتيرة هنعرفها لاحقا، لكن هنتكلم بقدر الإمكان عن تفاصيل، بعض التفاصيل لرحلة الزوار للمتحف من لحظة الدخول لحد المسار النهائي، وحاجات تانية هنفتحها النهاردة مع الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات. يا مساء الفل، اخبارك ايه؟ عليكم زي الفل. بقالنا شويه ما قعدناش القعده دي، مع اننا كنا متفقين نقعد قبل كده على الهوا، ولكن معلش جت في وقتها المناسب. وكمان النهارده في مشهد يعني جميل. انت عارف طبعا النهارده كان في زياره من ولي العهد السعودي لمصر، وهي زياره مهمه ومباحثات مهمه، واستقبلوا في الزياره استقبل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. والمشهد النهارده وداني يعني لصفحات في التاريخ المصري كان فيها علاقه وثيقه مع المملكه العربيه السعوديه. اهم المشاهد اللي تتوقف عندها في التاريخ ما بين مصر والسعوديه. الناس هتتعجب لما تعرف ان احداث كتيره جدا بتحصل في القرن ال21، زي مثلا الحدث السياسي اللي حصل النهارده واللي حضرتك شرحتيه. هتبصي تلاقي له خلفيه منذ الاف السنين ربما البعض ما يعرفش عنها. يعني مثلا نعرف ان في ايام الملك رمسيس الثالث، احنا اتفقنا مصر حكمت ب11 رمسيس، كان في 11 حاكم اسمهم رمسيس، منهم رمسيس الثالث. بس النهارده بسم الله ما شاء الله بتقولي رمسيس، ما بتقوليش الاسم ما انا جاي لك بقى علشان ايه، احنا بس بنجيبكم الاول ببساطه، ما انا مستغربه على الهيروغليفي بقى دلوقتي وتلاقي ان هو بيتبص عليه من العلماء على ان رمسيس الثالث دوت اخر الملوك اللي انت تقدري تشاوري عليهم وتقولي عليهم دول الملوك العظام. بعد كده في ملوك عظام كتير، بس رمسيس الثالث ليه حاجه خاصه. لقوا الخراطيش الملكيه اي الاسماء الملكيه داخل اشكال بيضاويه، لقوها موجوده في شبه الجزيره العربيه المملكه السعوديه الان. ترجع لمين؟ ترجع لرمسيس الثالث، اللي هو تستطيعي ان تقولي إيه ده ان بقى؟ اسماءه اهي موجوده في حته في محافظه تبوك. تبوك ديت علشان الجغرافيا، انت بتعدي شبه جزيره سيناء بتروح المملكه السعوديه الشقيقه تلاقي محافظه تبوك، فهي مش بعيده عننا. فمحافظه تبوك بقى ذات نفسها هتلاقي هذا الخرطوش الملكي اللي على اليمين، وجنبيه الخرطوش ده الخرطوش المزدوج، بنسميه خرطوش. الشكل البيضاوي ده
اسم الملك جواه. لما تيجي بيقول تقرا إيه؟ الاسم ده بيقول بقى ايه ده؟ لما تيجي تقرا بقى الخرطوش الملكي تعرف ان ده الاسم بتاع رمسيس الثالث، ويتضمن اوسر كمان وايمن ومحبوب ايمن والراجل حاكم بتاع اون وحاكم هليو وكذا. فوق بقى الخراطيش هتلاقي شايفه الوزه اللي فوق دي؟ اي خلاص، وفوقيها في دايره. ده لقب هام جدا في مصر القديمه بالهيروغليفيه. صارع، صا رع رع، خلاص كلنا عارفين راع الشمس. صا يعني ابن، اي يبقى ده ابن رع. واللي على اليمين نسوه بيتي، وبعدين هتلاقي فيه خطين متوازيين، صح؟ الخطين المتوازيين اللي فوق الخرطوش اللي على اليمين ده وفوقيها الباسكت ديت السله دي نبطاوي سيد الارضين. دول من اهم، دول اكتر اهميه من فرعا اللي هي فرعون. اي يعني تخيلي ان اللقبين دول استخدموا اكتر من لقب فرعون. عشان كده احنا قبل كده وبنأكد مره تانية خلاص ما تقولش الحضاره الفرعونيه، هي الحضاره المصريه القديمه. ده معناه ان كانت الحضاره المصريه القديمه ترتبط بعلاقات وثيقه مع شبه الجزيره العربيه، وهي علاقات تجاريه. لان انت هنا في واحد تيماء. واحد تيماء مكان ومركز في شبه الجزيره العربيه المملكه السعوديه الان، مركز تجاري. اي واحه هتبقى مركز تجاري، لان انت ماشيه بالقافله في وسط الصحراء وعامله مشوار جامد، في حته فيها ميه هتستريحي فيها وحيواناتك هتشرب والناس اللي مسؤوله عنك تشرب. تقعدي بقى تتعرفي على ناس جايه من حته تانية. فالواحات تملي في الماضي كانت بتبقى المكان اللي التجار والقوافل بتتقابل عندها. تيماء كانت واحده وما زالت واحده من اهم الواحات اللي موجوده في العالم التجاري في التاريخ القديم. بص بقى على شمال الشاشه وحضرتك بتبص على الهيروغليفيات بتاعت رمسيس الثالث. احنا بنتكلم هنا 1100 بالمناسبه. يعني الهيروغليفي ده من 3100 سنه في التاريخ القديم. العلاقات التجاريه بين مصر والسعوديه ترجع الى هذا وربما قبل. على الشمال الظبي والغزال المتميزه به شبه الجزيره العربيه المملكه السعوديه الان منحوت. فهل السؤال بقى دلوقتي وسط العلماء، هل النحت ده نحتوه اخواتنا السعوديين في وقتها ثم جم المصريين بالقوافل التجاريه بتاعتهم عشان يتاجروا مع اخواننا العرب في شبه الجزيره العربيه، فاوريدي لقوا من الصخره منحوت عليها الغزال والظبي السعودي او بتاع شبه الجزيره العربيه، فحطوا اسم الملك جنبيه. طب بتحط اسم الملك جنبيه ليه اصلا؟ انت بتحط اسم الملك لسببين. اول حاجه اثبات وتوثيق لهذه القافله، وتاني حاجه فكره اللي انت عامل بيسموها لاند مارك، اللي هو وانت رايح بالقافله وانت راجع يبقى انت عارف انت مشيت فين في الدرب بتاعك عشان ما تتوهش.